3 حاجات بسيطة بس ممكن تخلّصك من القلق وتخلّيك تتحكم في أي مشكلة. أول حاجة خلّينا نتفق إن كلنا عندنا قلق، لكن الفرق إن في ناس بتسيبه يسيطر عليها وناس تانية بتتعلم إزاي تتعامل معاه. أول خطوة اكتب كل حاجة قلقاك، اكتب كل حاجة من غير فلترة. الورق مش هيحكم عليك، بس هيساعدك تطلّع اللي جواك وتشوف المشكلة زي ما هي، لا أكبر ولا أصغر. تاني خطوة اكتب كل الحلول الممكنة. في المرحلة دي ما تفكرش إزاي، بس اكتب كل الاختيارات اللي قدامك. تالت خطوة ابدأ عملية الفرز. اسأل نفسك إيه اللي في إيدي أعمله دلوقتي وإيه اللي أقدر أبدأ فيه فعلا. ركز على الجزء اللي تقدر تتحكم فيه وقسمه لخطوات صغيرة وامشي خطوة بخطوة. افتكر دايما إن القلق عمره ما حل مشكلة، هو بس بيستنزف طاقتك، الطاقة اللي انت محتاجها أصلا علشان تحل بيها المشكلة. اعمل سيف للفيديو دوت عشان ترجع له وقت ما تحتاجه، وابعته لواحد صاحبك يمكن يكون محتاج يسمع الكلمتين دول. ربنا معاك.